مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. مكملين مع بعض باقي تفريزات رمضان. هنعمل في الفيديو دوت ان شاء الله شوية حاجات بسيطة جدا، مش كتير بإذن الله، بس ان شاء الله هتستفادوا منها وهتطلعوا حتى بفكرة واحدة بس من الفيديو. فيلا كده نسمي الله وصلي على الرسول ونشترك بقى في القناة لو لسه اول مرة بتشوفوا قناتي. ان شاء الله تعجبكم جدا، وشوفوا باقي التفريزات اللي احنا عملناها ان شاء الله تعجبكم. فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ كده مع بعض نشوف جهزنا ايه ان شاء الله. الحاجات دي على فكرة بنات انا بعملها لرمضان وغير رمضان، يعني مش في رمضان بس. انا نزلت بقى جبت شوية خضار، جبت الليمون دوت كان الكيلو عامل 20 جنيه، وده طبعا سعر حلو جدا. وخلوا بالكم هو هيغلى جدا على رمضان، فالحقوا هاتوا شوية. جبت كمان البتنجان، ده كان الكيلو وربع ب10 جنيه او كيلو ب10، والله مش فاكره. جبت الفلفل دوت كان ب16 او ب20 جنيه، جبت نص ب10 جنيه. الجوافه القمر دي بقى كانت ب15 جنيه، فجبت كميه كده منها. وجبت كميه من الطماطم كده زي ما انتم شايفين علشان هعملها صلصه. كانت ب6 جنيه ونص، بس هو كان بيعبيها، بس كانت حلوه جدا على فكره، ما كانش فيها اي حاجه بايظه خالص. كان نفسي قوي في ورق العنب دوت، فجبت ربع كيلو بس ب20 جنيه، كان الكيلو عامل 80 جنيه. وجبت الخضره بقى بتاعته. قلت اجرب الاول كده اشوف يعني هو ده ورق عنب ولا ده ورق توت ولا ورق فراولة ولا ايه بالظبط. فجبت ربع بس. جبت البصل دوت كان الكيلو عامل 12 جنيه ونص، جبت 2 كيلو ب25. وجبت الفلفل دوت كان ب16 جنيه، فجبت نص كيلو او كيلو تقريبا، كان كيلو. وجبت الكابوتشا ديت كانت الواحدة عاملة 5 جنيه. فيلا بينا كده ايه. انا عملت اول حاجة البصل، غسلته كله وهبتدي افرز البصل. طبعا انا بقالي سنين بعمل البصل المتفرز دوت، وبصراحة يا بنات والله العظيم بينجز معايا في الوقت جدا، وبيسعفني قوي لما بكون جاية كده من بره وتعبانة. بطلع كيس البصل واطلع كيس الصلصة، اخد قطعة كده من البصل واروح جري على طول على الفريزر على طول عاملاها. حطاها تمام، ما تسيبوهوش يفك علشان كده هيبوظ خالص. بصوا بقى، انا حطيت كميه من البصل عليه قرن فلفل حراق. انا بحب جدا اعمل الحركه دي لان انا بحب الفلفل الحراق بصراحه. حطيت كمان معلقه من الملح، ولو عايزين تحطوا معلقتين كده من الزيت براحتكم خالص، بس انا ما حطيتش زيت، حطيت ملح بس. وببتدي كده في كل كيس احط كميه وببططها كده بايدي. بصوا بقى هنا انا يعني قلت اما اقفل الكيس بالسكينه كده، سخنتها على النار وقلت اقفله، بس بعد كده قلت لا، طب ما انا لو جيت افتحه علشان محتاجه مثلا بصل ولا حاجه، هقفل الكيس تاني ازاي يعني؟ لا، مش ما عجبتنيش بصراحه. فيعني انا بعمله بالطريقه دي على طول. بحط الشويه اللي انا عايزاهم في الكيس، يعني ببططه كده وبتني الكيس، وباخد القطعه اللي انا عاوزاها وارجعه تاني الفريزر على طول. بكمل بقى الكميه كلها. بصوا زي ما انتم شايفين عمل معايا 4 اكياس حلوين جدا. يعني جربوا افرموا الفلفل مع البصل كده، بجد والله العظيم مش هيبقى حراق قوي، بس يعني هيديكوا كده سنة حرقية كده في الأكل، بيبقى تحفة جدا مع الخضار. بقى تعملي بقى بامية، فاصوليا، لوبيا، أي نوع خضار انت عايزاه، فبتبقى حلوة قوي يعني. انا فردته كده زي ما انتم شايفين، حطيته في الطبق المستطيل دوت وبدخله عندي الفريزر. اول ما بيجمد بشيل الطبق وبحط البصل عندي في باسكت كده، هو والثوم يعني لوحديهم، ولو عامله هريسه شطه او كده. بصوا يعني الحاجات اللي هي كلها شبه بعض، يعني فاهمين؟ الناس اللي هي بتشتكي من ان البصل بيبقى ليه ريحه، او الاكل عامه اللي بيبقى في الفريزر او الديب فريزر بيدخل كله ببعضه، لان انتم مش منظمين الفريزر بتاعكم. انا عامله كل درج ليه الحاجات اللي هي شبهه، يعني الورقيات لوحدها، اللحوم لوحدها، البصل والثوم والحاجات دي كلها لوحدها. فاهمين ازاي؟ الفاكهه في درج لوحدها. بصوا انا شلت كميه كده من البصل علشان هعمل تسبيكه المحشي. طبعا دي الطماطم حطيتها كلها على النار. طبعا عملتها معاكم كتير جدا لحد ما استوت خالص، وضربتها بالهاند بلندر، بس لسه هصفيها يعني. فهعمل بقى الصلصه بتاعه المحشي. بصوا انا عملت الكميه اهي، عملت 3 اكياس، وهعمل شويه كمان بالثوم. دي صلصه بالبصل، ما حبيتش احط فيها الخضره دلوقتي.
قلت يعني ايه هسيبها مثلا لو عايزه اعمل خضار تبقى جاهزه عندي. يعني دي صلصه معموله بالبصل جاهزه بقى، هتطلعي الكيس تحطيه على الطبخه بتاعتك بقى. شوفي انت عايزه تعملي خضار ايه، بس ايه السلطه بتبقى موجوده عندك. يا الخضار بقى لو متفرز برضو هيبقى سهل جدا. عايزه تعملي محشي هتطلعي تحطي الخضره بقى على طول. عملت برضو العلبه دي عملتها كده بالثوم. تمام. يعني شوحت كده ايه الثوم مع قرن فلفل برضو حراق، ونزلت عليهم بالطماطم المتصفيه. بصوا بقى عايزين تعملوها للمكرونه، لو عايزه تعملي كشري مره كده في رمضان برضو تبقى جاهزه يعني عندك ومتبله وما فيهاش اي مشكله خالص، محطوط عليها الملح والكمون والكزبره. فبتبقى جاهزه بتنجز معاكي في الوقت جدا. تعالوا بقى للفاكهه. انا غسلت كميه كده من الجوافه. طبعا مش هي دي كل الكميه اللي انا كنت جايباها، انا كنت جايبه 4 كيلو من الجوافه. غسلتهم وشلتهم على جنب بقى، كل اللي يدخل المطبخ ياخد شويه كده ويطلع، لان هي كانت صغننه يعني. قشرتها خالص، طلعت منها البذر وابتديت اعبيها بقى في العلب ديت او اكياس زي ما انت عايزه، على قد بقى المره اللي انت محتاجاها. كل واحده بقى بتعمل على حسب عدد افراد اسرتك بقى، بتحطي الكميه اللي انتوا عاوزينها. جبت طبعا كده برتقان. دي كان 2 كيلو بس من البرتقان، وكيلو ونص من الجزر. الجزر ده انا كنت جايبه 3 كيلو. كانت 3 كيلو ب10 جنيه، انا جبت كيلو ونص ب5 جنيه. بقشر كده البرتقان عندي وبشيل الطبقه اللي هي فوق اللي هي البيضه دي، وبقطعه حلقات كده زي ما انتم شايفين. الجزر طبعا انا سلقته. ببتدي بقى اجيب العلب عندي، احط كميه من البرتقان ومعاه شويه كده صغيرين من الجزر علشان يطلعوا على الخلاط على طول. بتحطي بقى الميه والسكر وبيبقى جاهز عندك، لا هتصفي ولا هتعملي حاجه، بيبقى حلو جدا جدا جدا. طبعا انا عارفه ان هيبقى موجود في رمضان على فكره برتقان، بس دي بقى لو يوم مكسله ان انت تعملي. لو يوم عندك ضيوف فانت مش هتعملي بقى اكل وتعملي عصير كمان، يبقى العصير جاهز عندك. فالموضوع ده بينجز جدا معاكي، وبيبقى يعني بتبقى انت مطمنه ان في عصير موجود عندك في الفريزر. بصوا بقى الكميه اللي باقيه عندي من الجزر انا هبشرها. دي بقى انا بحتاجها. بصوا انا هبشرها عندي في الكبه. مش موجود عندك الكبه بالمبشره العاديه بتاعتنا دي، وبشريها. بحطه ساعات في الحشوات، ساعات في السلطه، ساعات كده بيبقى في حشوه سمبوسه او حاجه. بصوا بينفع جدا وبيبقى يعني حلو قوي في التتبيلات كمان مع البتنجان. يعني بصوا ليه استخدامات كتيره قوي. بصوا ما كملش معايا 5 دقايق ما شاء الله في الكبه وكان جاهز معايا اهو. ببتدي بقى اعبيه في اكياس كده، وبرده ببططه. اي حاجه انا بعملها في الفريزر علشان ما تاخدش معايا مساحه كبيره، بعملها زي ما انتوا شايفين كده بقى. طماطم بقى، خضار، فاكهه، اي حاجه عبي في الاكياس وبططي كده زي ما انتوا شايفين، وحطيها بقى. بصوا ما بتاخدش مساحه معاكي خالص خالص. اخر بقى حاجه معايا هعمل هرسة الشطه. انا عملتها معاكم قبل كده بس كانت فلفل حار. انا عملتها بقى بس كانت حاميه جدا. عملتها بقى فلفل اللي هو الاحمر دوت مع فلفل رومي. استغلوه يا بنات، حلو جدا ومالي السوق دلوقتي. هاتوا كميه كده وفرموها حتى من غير اي اضافات تانية، بيبقى حلو جدا ويعني بينفع في اكلات كتيره قوي. هنا انا كان عندي التوم اللي هو الصيني دوت. انا ما كنتش لسه ما جبتش يعني التوم البلدي وفرسته، فبيبقى سهل لان هو التوم ده بيبقى كبير شويه. فقعدت قشرته كله، وعندي الخل وملح وكمون وكزبره. وهبتدي بقى اعمل هرسة الشطه بقى اللي بصوا بتبقى تحفه، ويعني كنز عندك كده في الفريزر او في التلاجة. بتعملي بقى بيها لو هتعملي عندك السمك بتاخدي منها، بتبقى التتبيله ديت جاهزه معاكي. هتعملي بقى بتنجان مخلل هتبقى جاهزه برضو معاكي. بصوا انا بضيفها حاجات كتيره قوي. ممكن لو عامله صينيه بطاطس تاخدي منها معلقه. لو بتعملي اي حاجه محتاجه توم وفلفل بتبقى سهله جدا معاكي. هتعملي برضو مكرونه ممكن تطلعي كده معلقه برضو منها الصلصه بتاعت المكرونه.
حطيت بقى في الكبة عندي كل المكونات اهي، الثوم والفلفل والخل والملح والكمون والكزبرة، تمام. وبتضربيهم كويس جدا جدا في الكبة عندك، وبتحتفظي بيهم بقى في علب في الفريزر، او تحطيها في برطمان كده عليها شوية زيت كده عندك في التلاجة. لو انت هتستخدميها على طول حطيها عندك، بتقعد في التلاجة فترة برضو يعني ممكن اسبوعين كده ولا حاجة. انا بعمل منها كده ايه علبتين، علبة بحطها في التلاجة تبقى موجودة عندي، وعلبة في الفريزر لما بتخلص اللي في التلاجة باخد اللي هي موجودة في الفريزر. ده شكلها اهوت بعد ما اتضربت كلها زي ما انتم شايفين. بصوا كمية ما شاء الله حلوة جدا، هتقعد معاكم طول شهر رمضان، وممكن تكمل كمان معاكم اللي بعد رمضان. زي ما قلت لكم بتنفع في حاجات كتيرة قوي، تدخلوها في اكلات كتيرة جدا. الاكلات اللي هي بتحتاج معاكي التوم هتنفع قوي. اخد الكمية بقى اللي انا عايزاها احطها بقى في العلب. ما عندكيش اي علب حطي برطمان، يعني هو يفضل طبعا يبقى برطمان ازاز، وفضي الكمية اللي انت عاوزاها. بس انا بحب اقسمها كده على يعني علبتين او كيسين او كده، بحيث ان هي ايه انا مش هستخدم الكمية دي كلها. انا هحط العلبة دي عندي في الفريزر تبقى موجودة، والباقي هحطه في التلاجة. حطيت شوية زيت على الوش اهو زي ما انتم شايفين، وهحفظها عندي بقى في الفريزر. بصوا باقي الكمية انا حطيتها في كيس متبطط كده، بس بعد ما حطيتها في الكيس دوت ايه يعني فضيتها من الكيس تاني وحطيتها في علبة عندي في التلاجة. بس انا بقول لكم بقى الفكرة ديت، يعني لو ما عندكوش علبة او كده تقدروا تحطوها في كيس برضو، نفس فكرة البصل وكده. تقدروا بقى ايه تكسروا القطعة اللي انتوا عايزينها وتحطوها في الفريزر، ترجعوها الفريزر تاني. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وخدتوا منه حتى ولو فكرة واحدة. طبعا كل الحاجات دي ما اتعملتش في يوم واحد، يعني كل يوم كنت بعمل حاجة وجمعت لكم الفيديو دوت. ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا كده منه. ما تنسوش بقى حبايبي لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.